كل أسرار الحواوشي المصري موجودة في الفيديو ده، اوعى يفوتكم تشوفوا الفيديو للآخر، هاقول لكم على سر تتبيلتي المميزة، ريحة وشكل وطعم ما فيش بعد كده جمال، وكل ده بدون فرن وده أهم حاجة، وبالعيش الأسمر كمان مودة طعم في حتة تانية، يلا بينا نسمي بسم الله ونشوف الفيديو بتاعنا. نزلت بنص كيلو من اللحمة المفرومة كده في بولة، وهننزل عليهم كمان ب3 بصلات زي ما انتم شايفين كده حجمهم وسط، و10 حبات من الفلفل، طبعا الفلفل ده حجمه صغير، لو عندكم الفلفل حجمه كبير هتستخدموا 5 بس. وهنفرمهم كويس جدًا في الكبة فرم ناعم كده، وهننزل كل الكلام ده على اللحمة المفرومة. عايزة أقول لكم الريحة بتاعة التتبيلة دي بتبقى خطيرة، وكلّها طبعًا فايدة. وهنا الخلطة بتاعتي بازوّد لها حبتين من الجزر، وطبعًا بابشر الجزر ده ناعم وبانزل بيه. عايزة أقول لكم بتخلّي طعم التتبيلة وريحتها حلوة أوي ومغذية كمان للأطفال وللكبار كمان. والخلطة دي يا جماعة عايزة أقول لكم عليها تحفة جدًا، جرّبتها ومن ساعتها وأنا مدمناها في الحواوشي بتاعي، فقُلت أقول لكم عليها. طبعًا الكيس ده بنحطه على كيلو من اللحمة المفرومة، لو هتعملوا نُص كيلو زي كده بناخد منه معلقة ونُص كده على ربع كوباية، طبعًا الطريقة موجودة على الكيس، فأنا استخدمت منه قبل كده على نُص كيلو، فالمرة دي النُص كيلو تاني، فكل مرة باخد إيه، معلقة ونُص كده، يعني بتقسمي الكيس عامةً يعني تشوفي معلقتِك كده وتقسميه بحيث ياخد معاكِ مرتين لو أنتِ هتعمليه على نُص، لو هتعمليه على كيلو بتحطي الكيس كله على نُص كوباية، وتدوبيه كويس، وعايزة أقول لكم ريحته حلوة أوي. ونحطه على جنب كده أمّا نشوف البهارات بتاعتنا. أول حاجة بقى باحط معلقة فيجيتار، وللأسف ما كانش عندي فيجيتار حار، طبعًا الحواوشي عايز حرارة، فاعوّضها بقى في الحرارة اللي هاقول لكم تزودوها دلوقتي. نُص معلقة من الملح، ونُص معلقة من الشطة عشان نعوّض الحرارة اللي إحنا مفتقدينها، ونُص معلقة من الفلفل الأسود، وبس كده تمام. وهتنزلوا بقى بالخلطة الجبارة اللي إحنا لسه مدوبينها مع بعض في المَيّة دي، وبعد كده نقلّب كل التوابل دي مع بعضها كده والخلطة الجميلة دي. عايزة أقول لكم ريحتها تحفة. طبعًا هنقلّبها كويس وما تقلقوش خالص من السوائل اللي موجودة. عايزة أقول لكم دي اللي بتخلّي طعم العيش بتاعكم يروح في حتّة تانية خالص، بيبقى طعمه خطير، يعني شايفين؟ ريحتها روعة وشكلها روعة، يعني مش هتندموا تمامًا على الوصفة دي. وما تنسوش تغطوا البولة بتاعتكم كده وتسيبوها نُص ساعة في التلاجة. الفترة دي طبعًا اللحمة بتاعتنا بقى بتتشرب كل التوابل والخلطة اللي إحنا عملناها دي، وبيطلع طعمها روعة، ما تقلقوش. بعد ما عدّى نُص ساعة بقى هنطلّعها. هنجيب هنا بقى أورّيكم العيش الأسمر اللي أنا جايباه، طبعًا تقدروا تغيّروه لو أنتم عايزين الوصفة عادية خالص بعيش عادي، تقدروا تعملوها. لكن اللي عايز بقى وصفة مثلًا صحية للآخر، يمشي على الوصفة اللي أنا هاقول له عليها دلوقتي. يجيب العيش الأسمر ده، عايزة أقول لكم طعمه جميل مش وِحِش يعني، يعني ما تقلقوش من الطعم خالص. كمان بتشرّب من التتبيلة كده، وهاقول لكم برضه الحاجات اللي ممكن تقعوا فيها تبوّظ معاكم الخلطة دي، أو طريقة التسوية بتفرق في إيه. طبعًا عدّى نُص ساعة، جِبت بقى الخلطة بتاعتي وبدأت أفتّح العيش زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا العيش الأسمر مش زي العيش البلدي العادي خالص. العيش الأسمر عايزة أقول لكم يعني أمّا باحشيه كده الخلطة بتاعتي، يعني ما باسيبهاش كتير، لإن ساعات أسيبها شوية عقبال ما أسوي اللي على النار واشيله واحط مكانه، عايزة أقول لكم ده بيبوظ بسرعة. وهاوريكم دلوقتي، يعني أنا ما رضيتش أحذف أي حاجة خالص، هاوريكم عشان ما تقعوش في أي غلطة مثلًا تبوظه معاكم. عايزة أقول لكم مش بيبوظ، هو بس أمّا بيتساب بيشرب كده السوائل اللي موجودة في اللحمة، وطبعًا بيبوظ شوية، يعني عايز تعامل خاص كده وأنتم بتعملوه. لكن العيش البلدي بتاعنا عادي بيستحمل يعني. فدي الحاجة بس اللي ممكن تاخدوا بالكم وأنتم بتشتغلوا، لكن ما بتأثّرش في الطعم خالص ولا أي حاجة. طبعًا إحنا ما حطيناش أي مواد دهنية ولا أي حاجة، يعني الخلطة دي ماشية مع الناس اللي عايزة وصفة كده يعني صحية للآخر، أوكي. المرحلة الجاية بقى هاقول لكم طريقة التسوية بتفرق. عملت كل الكمية أهي، كل ما تسيبوه شوية كل ما العيش يبوش معاكِ، يعني عايزِك تشتغلي أول بأول. شايفين الشكل؟ شكله تحفة جدًا وريحته حلوة جدًا. يالّا بينا بقى نتكلم عن التسوية. طبعًا هنسوي النهارده على البوتاجاز من فوق، يعني ما فيش فرن، يعني هنترحم من الانتظار الطويل. طبعًا أسهل طريقة وأحلى وصفة لمّا نعملها كده وما تاخدش معانا وقت. فالنهارده كمان هاقول لكم إزاي تعملوه وما ياخدش معاكم وقت، وإزاي برضه لو أنتم مش عايزين دهون كتير تعملوا إيه، أو تعملوا تسوية مضبوطة إزاي. طبعًا إحنا ما حطيناش فيه أي دهون وأي حاجة، ومعروف عن الحواوشي اللي هو محتاج دهون كتير، بيتسوى يعني في دهون كتير جدًا. فإحنا النهارده عشان عايزين نعمله صحّي، فحطيت حبّة زيت صغيّرين كده في الطاسة بتاعتِك كده وتسخّنوها كويس جدًا، 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 وتنزلوا كده رغيف العيش الحواوشي بتاعِك وياخد الصدمة كده، وتاخدوا كده بالفرشة وتحاولوا تدهنوه من فوق، وتسيبوه ياخد الصدمة كده من تحت. طبعًا في ناس هتقول لِك لأ إحنا معترضين برضه على كمية الزيت دي. عايزة أقول لكم لو عندكم air fryer تقدروا ترشوه كده ببخّات كده من الزيت خفيفة وتحطوه وبيطلع مقرمش وجميل.
وتقدروا كمان تعملوا الحركة دي بخّات خفيفة وتحطوه في الفرن وتقرّبوا كده الصينية بتاعتكم من الفرن من تحت عشان يستوي معاكم برضه ما ياخدش وقت طويل وياخد تحميرة حلوة. لكن على البوتاجاز من فوق بيبقى أسرع وأسهل بكتير. طبعًا نسبة الدهون اللي أنتم شايفينها دي أقل نسبة تقدروا تحطوها في الحواوشي عامةً، لإن أنتم لو شفتوا الحواوشي اللي برّه بيتعمل فيه نسبة دهون قد إيه، أكيد هتعرفوا النسبة دي قليلة. طبعًا بعد ما يستوي كده على الجنبين واسيبه كده ياخد وِش حلو، بادّي له الصدمة كده حلو، وبعد كده بازوّده ربع كوباية مَيّة صغيرة، يعني عشان يكمّل تسويته فيها، وبعد كده أسيبه خالص لمّا ينشف. وطبعًا المقطع ده مش عارفة اتحذف والّا إيه، باحط له ربع كوباية من المَيّة بعد ما أتأكد اللي هو أخد الصدمة كده من الجنبين، واسيبه يستوي تمامًا كده لغاية ما يتقرمش معايا ويبقى بالشكل زي ما أنتم شايفينه كده، بسم الله ما شاء الله. طبعًا بتطلّعي على طول وتحطي في طبق التقديم بتاعِك، بيطلع بسم الله ما شاء الله أحلى من اللي بتجيبوه جاهز مليون مرّة. وطبعًا لو أنتم معترضين كمان عشان في أكيد حد هيقول لِك برضه لأ مش هينفع آكله، عايزة أقول لكم تقدروا تعملوه في اليوم الفري بتاعكم، يعني ما عندكوش أي حاجة خالص مشكلة. الوصفة التتبيلة مغذية جدًا والعيش صحّي، هي بس نسبة الدهون اللي إحنا حاطينها دي وحبيتوا تبدّلوها برشة بس وتحطوها في الفرن أو الair fryer زي ما قُلت لكم، تقدروا تستبدلوها وتقدروا تعملوها زي ما أنا باقول لكم كده. عايزة أقول لكم طعمها حلو جدًا و يعني تفتح نِفسكم كده لو أنتم عاملين دايت. يعني لإن معظم أكلات الدايت مش بتدّيكم كده قابلية على الحياة. وعايزة أقول لكم أنا عاملة كتير، كتير وصفات حلوة جدًا للدايت على القناة، تقدروا ترجعوا لها. وعملت برضه حواوشي قبل كده على القناة دقيق الشوفان، تقدروا ترجعوا للوصفة دي أو هاسيبها لكم كمان في صندوق الوصف تحت. غير كمان في وصفات كتير حلو وحادق للدايت يعني هتعجبكم جدًا. شايفين بقى العظمة؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تفتح النِفس. تقدروا تقطّعوها كده مثلثات صغيرة لو عندكم أطفال صغيرين عشان يعرفوا يمسكوا الرغيف كده ويفضل متماسك معاكم. وأهم حاجة تعملوا الرغيف أول بأول، يعني ما تعملوش كمية زي كده وتستنوا مثلًا تسوّوها، ده اللي بيخلّي العيش يعني يفرط كده معاكم شوية، لكن غير كده بيطلع متماسك وما شاء الله مِيَّة، مِيَّة. وطبعًا الحواوشي كده ما يحلاش إلا بطبق كده مخلِّل كده جنب منه، أحلى طبق مخلِّل كده تقدروا تحطوه. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ شايفين بقى ما شاء الله جميل إزاي وشكله يفتح النِفس؟ ما فيش بقى تسلم إيدِك يا شيماء. عايزة أقول لكم الشكل ده يعني هيخلّيكم تقوموا دلوقتي تعملوا الطريقة اللي أنا قُلت لكم عليها، لإن لو كان في خاصية كده في الفيديو تشموا ريحته كنت شغّلتها لكم، لكن للأسف ما فيش. عايزة أقول لكم ريحته روعة وطعمه يجنن، بسم الله ما شاء الله. مستنية بقى تعليقاتكم واستفساراتكم على أي حاجة تقدروا تكتبوها لي في التعليقات وبإذن الله هارُد عليكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية وصفتنا النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو والوصفة بتاعتنا وطلعتوا بأفكار جديدة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك بتاعكم وشير للقناة عشان يوصل لكم كل جديد بنزله على القناة، ونوصل قريب بإذن الله كده ل10,000 أخ وأخت. وده طبعا مش هنوصله إلا بإذن الله أولا ثم تشجيعكم ليا. ومستنية تعليقاتكم واقتراحاتكم واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة. ومع السلامة.